رسميا اليوم وبأمر من الملك محمد السادس خرج قرار بأمر برنامج استعجالي متكامل بميزانية ضخمة ديال 3 مليار درهم اللي هي 300 مليار سنتيم للمناطق المنكوبة. وهذا القرار جا باش يقول للناس ديال العرايش القنيطرة سيدي قاسم وسيدي سليمان الدولة معاكم وما غاديش تخليكم. بزاف دابا غادي يسولوا هاد الفلوس فين غادي تمشي. تبعوا معايا التقسيم كيفاش داير حسب التوجيهات الملكية. المحور الأول إعادة الإسكان وجبر الضرر تخصص ليه 77.5 مليار سنتيم. هاد الميزانية غتمشي مباشرة للناس اللي رابط ديورهم او الضرات، حيت الملك اكد بلي كرامه المواطن هي الاولى. داكشي علاش كاين دعم مالي لبناء المنازل اللي انهارت والدعم لاصلاح المنازل المتضرره. والجديد والمهم بزاف هو كاين تعويض على فقدان الدخل للناس اللي توقفت خدمتها بسبب الفيضانات بحال الصناع والحرفيين. المحور الثاني المساعدات العاجله تخصصت ل 22.5 مليار سنتيم. هذه الميزانيه مشات باش توفر الماكله، الماء، الخيام والاغطيه ل 188 الف شخص اللي تم الاجلاء ديالهم. هذه الميزانيه هي اللي حركت الوقايه المدنيه والجيش والدرك باش ينقذوا الارواح ويوفروا الرعايه الطبيه والدعم النفسي للضحايا في الحين. المحور الثالث انقاذ الفلاحه والكسابه تخصصت له 30 مليار سنتيم. واخا كيبان المبلغ اقل ولكن الدور ديالو حيوي. هاد الفلوس غتمشي للتعويض للكسابه اللي فقدوا البهايم ديالهم وغتوزع بذور واسمده وعلف مدعم على الفلاحين الصغار. اما المحور الرابع والاخير هي البنيه التحتيه اللي تخصصت له 170 مليار سنتيم. وهنا خصنا نركزوا مزيان حيت الملك امر باعاده بناء العروق ديال المنطقه، حيت غتمشي لاصلاح 53 طريق وطنيه و38 طريق جهويه اللي تقطعات، واعاده البناء القناطر اللي رابت، وتجديد القنوات الري اللي عمرت بالوحل. بلا هذا المحور ما يمكنش الاقتصاد يرجع يدور. وفي الختام خصنا نعرفوا باللي هذا القرار الملكي هو عقد التزام بين اعلى سلطه في البلاد وبين المواطن. 300 مليار سنتيم هي ميزانيه ضخمه تخصصت بظرف وجيز باش تضمن الفلاح يرجع لارضه والوليدات يرجعوا يقراوا والعائلات يرجعوا لبيوتهم. والرساله اللي بغى يوصلها الملك من هذا البرنامج هي ان التضامن ماشي غير شعار بل هو فعل وفلوس ومشاريع كتشاف على ارض الواقع. ومن هنا لشهور قليله وبفضل هذه المتابعه الملكيه الدقيقه غترجع الحياه للغرب واللوكوس احسن مما كانت.